احتجاز شاب أردني عنده 28 سنة في محاكم الترحيل في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب هزار. أيوة هزار. تخيلوا إيه اللي بيحصل. في شاب أردني اسمه أحمد جمال خميس الهندي. الراجل دوت عنده 28 سنة، كان سايق تراك أو شاحنة مقطورة وهو ماشي على الطريق. البوليس بتاع ساوث كارولاينا وقفه لأن هو ما كانش حاطط اللوح على العربية. فلما وقفوه بيسألوه معاك حاجة ممنوعة؟ قال لهم أنا معايا متفجرات. أزحة سخيفة أدت لقفل الطريق والمنطقة اللي حواليه كلها، وجابوا الخبراء متفجرات وقصة كبيرة. وبعد التأكد ان مفيش اي حاجة طبعا تم اعتقاله وتوجهت عليه تهم كتيرة كانت عقوبتها 20,000 دولار. مش بس كده، اتحجز من قبل الايس تمهيدا لترحيله. بعد ما توقف طبعا قعدوا يدوروا في التاريخ بتاعه، لقوا انه دخل امريكا سنة 2018 بفيزا جواز بشكل قانوني، وهو بيعمل الاجراءات بتاعته بعد كده اكتشفوا ان الجواز دوت مش صحيح، ان هو عامله بس عشان يعمل بيه ورق. فده طبعا وقف له ورقه. فلكل الشباب وكل الناس اللي بتيجي الولايات المتحدة الأمريكية لازم تعرف القوانين بتاعت المكان اللي هتسكن فيه وتلتزم بيها. عدم الالتزام بالقوانين والهزار بالشكل دوت مع ضابط شرطة بيدخلك في كوارث ملهاش أول من آخر. عايز تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بهدوء بدون مشاكل، امشي قانوني وامشي مظبوط دايما وأبدا. شاركونا برأيكم على الموضوع. تحياتي للجميع. لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.